تجري بينا السنين لحياة الفضائيين. نتي انا الشقلب لي كياني خلاني بقيت انا مش وحداني. دلوقتي قدرت بجد اتشات والسيلفي رفع لي الكومنتات. انا مهما حكيت ازاي مبسوط، لابتوب وتابلت شاب كيوت. موبايلي خلاص قرب مسافات، GPS خرجني من المتاهات. انا كل حياتي بقيت ريتويت، بعمل علاقات واي فاي في البيت. عالبوست نشير كام ريكلام من فيلم الغن ولا احلى كلام. بدل التليفون بقى فيه اتنين، كفايه عليا اشيل خطين من واتس الفايبر حتى سكاي. بتكلم فيديو جواب باي 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 باي. وبقينا في عالم مش عالم فيه لينا مكان، عايشين الدنيا وربنا عالم عايشينها ازاي. يا عالحياة واخدانا في اتجاه، تجري بينا السنين لحياة الفضائيين. ده طلع موضوع جامد قوي، انا مش عارف بس جابوا الفكره دي منين. انا اصلا ولا مقتنعه بالموضوع ده ولا بالفكره دي، حاساها كده فكره صايصه. انت كده طول عمرك نكديه واوفر وتقليديه، وبتحكمي على الحاجه قبل ما تشوفيها. انا نكديه واوفر يا هوايه بتاع الحوارات التافهه. انا مش عارف هيحصل ايه، بس يعني لما تشوفي الحاجه وبعد كده تحكمي عليها. وانت فكرك يعني المذيعين والمذيعات بعد الهلمه والتلفزيون اللي كانوا فيه هيروحوا يقعدوا على قهوه؟ لا طبعا يا بنتي، هما لاقيين ياكلوا؟ دول بقوا يتسولوا في وسط البلد. ده انا قفشت واحد فيهم قاعد قصاد العبد بيشحب باتيه. هو انت قلت لي مين جاي على القهوه النهارده؟ الست ام فستان اصفر دي، انهي واحده فيهم يعني؟ اللي هي ام صوت مبحوح اللي دايما تزعق، اللي عامله قصه عروسه النيل. عبير الحريري. ايوه هي دي. والاستاذ تامر النقراشي. ولعه دي هنبقى حريقه يا معلم. ايوه يا بنتي، مش قلتلك نشوف ونجرب؟ طب هم هيجوا الساعه كام؟ بصي يا ستي، الاستاذ عبير الساعه 9 والاعاده 3 الفجر، والاستاذ تامر الساعه 10 مساء، والاعاده بعد اسبوع ان شاء الله لو ربنا حيانا يعني. تامر، نفسي اشوف تامر قوي، اصلي بحب الفيست بتاعه جدا. يا مروان يا ابني، انت لازم تخرج نفسك من اللي انت فيه باي شكل وباي طريقه. مش قادر يا دكتور، مش قادر. يا ابني حرام عليك، بقالك 6 ساعات قاعد عمال تقول لي مش قادر مش قادر. قول حاجه غير كلمه مش قادر دي. مش قادر يا دكتور. يا ابني جننت امي معاك، ابوس ايدك، انت مش قادر ايه؟ مش عارف يا دكتور، مش عارف. اوبا، بقت مش قادر ومش عارف. خلصت انا من الاولى عشان تدخلني في الثانيه. انت هتجنني ولا ايه؟ بس عموما كده انا ايه يعني، هرشت الموضوع، دعبست جواك ولقطتها. يعني تفتكر في امل يا دكتور؟ طبعا، ده في امل وامل كبير. طب اعمل ايه يا دكتور؟ يعني انت مثلا ممكن تشغل نفسك باي حاجه. يعني سمعت على موضوع القهاوي الفضائيه ده؟ سمعت بس مش مقتنع بيه. مش مهم تقتنع، المهم تشغل نفسك بحاجه علشان تنساها. ايوه يا دكتور، بس يعني الناس دي انا ما كنتش بتفرج عليها في التلفزيون، هروح دلوقتي اقعد على القهوه اتفرج عليهم وبعدين هيقولوا ايه جديد؟ ما اللي هيقولوا ده هيقولوا ده، وكلها اكل عيش ما انت عارف. والله عندك حق فعلا، كله كلام متعاد، بس ممكن يعني الصدفه حلوه وممكن تلعب دورها وساندي تحضر يعني في القهوه. بجد يا دكتور؟ طبعا، امال. طب هو البرنامج ده الساعه كام؟ البرنامج ده هيبقى بكره الساعه 9:30. مش رايح يا دكتور، مش رايح. بصراحة تيفا بقى أنا شايف إن دي فرصتي وجات لحد عندي. والله انا معاك يا عمرو، هي فعلا فرصه، بس لازم تدرس الاول برضه. تدرس إزاي دي يعني يا أبو المفهومية أنت؟ تدرس يعني يتعمل لها دراسه جدوى. ايوه يا عمرو، يعني يا حبيبي المكسب والخساره دول مش جهجهوني كده.
بصراحه تيفا كده من الاخر انا شايف ان انت مكبر المساله قوي ومديها اكبر من حجمها. انت ايه؟ ليه؟ انت ايه؟ في كلمه استوقفتني، انت ايه؟ انا شايف ان انت ما شايف؟ بتشوف؟ يعني في قبل كده بفكر وفي دلوقتي شايف. ايه ده يا جرايه يا تيفا؟ انت مستقل بيا ليه يا جدع؟ في ايه؟ الله. كمل كلام، كمل كلام. انا شايف ان انت مكبر المساله ومديها اكبر من حجمها. المساله بسيطه جدا، ده برنامج يعني في فواصل. انا بقى ساعه الفاصل هخش على الزباين وانزل عليهم بالبضاعه، ومسستم الحاج كمان صاحب القهوه ان ليه 10% من الارباح، بس كده. حلو، حلو اللي انت بتقوله، بس ناقصه حاجه، ناقصه الجولدن تاتش. ده شغل دوري محلي ايه؟ ده شغل دوري المظاليم. انا بفكر لك بعقليه اوروبا. انا شغل فيرونتينا ومحمد صلاح يا عمرو. مال الكارانتينا ومال محمد صلاح؟ بقول لك يا تيفا انت مدي المساله اكبر من حجمها قوي، وبصراحه مش مستاهله كل ده يا عم. دي سبوبه نحتايه مصلحه. المظهر العام يا عمرو. هتطلع تبيع بضاعتك وكانك واحد طالع في المترو، ايوه معايا مش عارف ايه، معايا بتاع ايه. اكل العيش يا تيفا. واضح يا استاذ تيفا كده انك نسيت نفسك. لا، انت اللي نسيت نفسك يا عمرو. ده عمرو اكبر تاجر موبايلات في 6 اكتوبر، صاحب محلات الساحر. هو ده يتدحضر بيه الحال ويبيع انتيكات في القهاوي. طب اعمل ايه يا تيفا؟ عجبك الحال اللي انا فيه ورقدة البضاعه بالمنظر ده؟ لا يا عمرو، واضح انك واخد قرارك يا ابن عمي. ربنا يوفقك. ربنا يوفقني؟ انت هتسيبني وتمشي ولا ايه؟ مش هتقف جنبي يا تيفا في مشروعي الجديد؟ لا يا حبيبي، احنا كده اخرنا مع بعض. سلام يا صاحبي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. رجعنا لكم تاني بعد فتره طويله جدا من الغياب مع برنامجكم اللي كلكم بتحبوه واكيد طبعا بتستنوه بمنتهى اللهفه وبمنتهى الشوق. برنامجكم المفضل دائما العاصفه، وده طبعا بعد انقطاع كل القنوات الفضائيه وكل وسائل التواصل الاجتماعي. بس انا حابه قبل ما ابدا البرنامج اعتب عليكم في حاجه صغيره. بقى انا في محنتي محدش فيكم سأل عليا ليه؟ ما بتحبونيش مثلا؟ مش مهتمين بيا؟ ما علينا. بعد التنسيق مع صاحب الكافيه هنحدد لكم المواعيد الأساسية ومواعيد الإعادة كمان. شكرا ونلقاكم بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية. ودلوقتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برنامجكم العاصفة. يا جماعة أنا مستمتعة جدا بالتجربة اللي احنا بنمر بيها دي، إن أنا أتواصل معاكم كده مباشر، مش من ورا الشاشات، كلام ما بيني وما بينكم يعني. أنا الفترة اللي فاتت كنت بمر بأزمة نفسية صعبة، ده بعد قطع الفضائيات طبعا. ما كنتش عارفة أزعق لمين، ما كنتش عارفة أزعق. ده غير ان انا ثانية واحدة كنتش عارفة اضيع وقتي في ايه. وطبعا ما اخبيش عليكم يعني الازمة المالية اللي انا مريت بيها. بس الله يكرمه بقى الاستاذ كمال صاحب القهوة اقتنع بالفكرة، وعشان كده احنا طبعا هناخد منه نسبة من المشاريع. علشان كده يا جماعة انا برجوكم يا جماعة، برجوكم محدش يمشي غير لما يشرب حاجة. ودلوقتي أنا حابة أفكركم بميعاد الإعادة بتاعتنا. القهوة الصباحية الساعة 3 مساء. ودلوقتي أسيبكم مع الإعلامي الكبير تامر النقراشي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم اليومي الساعة 9:30. أنا شخصيا كل الناس اللي بقالي الفترة اللي فاتت دي ما شفتهاش هقابلهم هنا في قهوة عم كمال. قهوة عم كمال دي ما بقتش مجرد اسم بس، بقت مجرد نبراس. البلد كلها وكل الإعلاميين بياخدوا كل المعلومات اللي هتفيدنا كإعلاميين، كلنا بنتجمع عليها. واشوفكم، مش هنساكم ابدا، وهبقى معاكم خطوه بخطوه، معاكم في قلب الحدث، في قلب القاهره،
وما تنسوش نلتقي بعد الفاصل. انا قلت لكم انا اصلا ما كنتش عاوزه اروح. دي كانت مهزله اساسا. لا طب ما تفهموني بس ايه اللي حصل بدل ما انا قاعده مش فاهمه حاجه كده. احكي لك على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه بس يا ماما؟ ايه بس المذيعين ما جوش؟ يا ريت ما كانوا جم. ده طلع التلفزيون ده مخبي بلاوي. ده التلفزيون ده لاقيه لأمانة. ولا عبير؟ آه. شفت عبير وسهوكتها. قولي. عشان خاطر الناس يشربوا مشاريب عندها، محدش يمشي كده بلوشي. طبعا. ولا شفتي الدخله اللي دخلها تامر؟ ده ايه الحزن ده؟ ولا عم كمال واللي عمله. ماله عم كمال راخر عمل برنامج وبيخطف في الناس. يا ريت يا ماما يا ريت. أمال إيه ده يا اتفق مع المذيعه تاخد 10% من المشاريع، واتفق مع عمرو ياخد منه 10% من المبيعات. يا لهوي. ده الموضوع طلع فيه سبوبه في الاخر بقى. ما طبعا يا ماما، ما هي كلها سبوبه. ولا شفت الناس اصلا ما كانوش مستمتعين ولا سامعين ولا حاجه خالص. تعرفي لو انا اللي بتكلم كان زماني قلت الكلام بهدوء. يا سلام. ولا لو الدكتور عيد عمل كده فقره دكتورك الخاص كان زمان الناس عليه امم. طب والله فكره. ايه هي يا ماما بس الفكره دي؟ بصوا فتحوا ودانكم كويس واسمعوا اللي هقول لكم عليه وافهموه كويس قوي. ايه يا ماما جو السسبنس اللي انت عاملاه ده؟ ما تخش في الموضوع على طول. اصبر بس. الفرق ايه بينكم وبين الناس اللي راحت القهوه النهارده؟ ايه؟ ان الكلام اللي هتقولوه طالع من القلب. ايوه زي الاستاذ اسامه منير. ايوه وكلام يهم الناس بجد مش سبوبه وخلاص. قصدك ايه يعني يا ماما؟ قصدي اللي انت فهمته. وان كان على عم كمال هو ما يهموش في الاخر غير الفلوس، وبالطريقه دي انتوا هتجيبوا فلوس اكتر 100 مره من اللي كان هيجيبها عبير وتامر. بس بشرط. ايه تاني؟ لا بعد الفاصل. طب والله عيشه دي عندها حق. يعني عاجبكم يا جدعان اللي هي عايزه تعمله ده؟ طبعا يا ابني يا جماعه انتوا مش فاهمين، لما احنا اللي نقدم البرامج دي بنفسنا الناس هتصدقنا، لاننا هنقول الكلام اللي هم عايزين يسمعوه، مش اي هري كده وخلاص. بس ايه بقى الموضوع اللي قالت عليها اجله بعد الفاصل؟ يعني لازم تعرفوا يعني. ما تقول يا ميزو انت هتخبي علينا. عايزه تعمل برنامج لنفسها يا سيدي. طب والله العظيم عيشه دي عسل يا عم. طب ايه رايك بقى ليها حق؟ يا جماعه انتوا مش فاهمين، دي اكتر واحده بتتكلم من قلبها، وجمهورها كده هيكون من نوع خاص، يعني امي، امك، ام الاستاذ، امنا الغوله. طب ايه رايكم في اللي يجيب لكم اعلى نسبه مشاهده؟ مين ده؟ بعد الفاصل. خلاص قسمتوها عليكم ونسيت اخوكم الغلبان. انت اللي عملت كده في نفسك يا عمرو، انت، وانا حذرتك يا ابني. ما انا كنت عايز اخد فرصتي يا تيفا. عايز تاخد فرصتك بجد يا عمرو؟ ابوس ايدك. خلاص بعد الفاصل.